السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخوات، عاملين ايه؟ شرح النهارده هيبقى عبارة عن طريقة فك حظ ارقام انتهاك في اقل من دقيقة. ركز في الشرح من الاول للاخر عشان الكود اللي هنفكه بقى هيبقى باسورد مكون من 4 ارقام، او ده رقمين في رقمين. وما تنساش لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار على طول. وما تنساش اللايك بتاعك والكومنت. وقبل ما نخش في الشرح قلب اخوك، في ناس كتير بتسأل عن ازاي نطير ارقام وازاي نحذف ارقام. في كورس موجود لتعليم حظ الارقام. الكورس ده بعلمك فيه ازاي تقدر تكتب بنود وتلغمها، وبعلمك ازاي تفنش رقمك بكل سهوله وتقدر انك تطير بيه كمان. وبنزل لك صور فيديوهات متلغمه، وبنزل لك كل يوم بند جديد تقدر انك تطير بيه. وزي ما انت شايف كده في اكتر من سكرين ثقه، والناس اللي في الكورس مطيره بيه كمان. فلو انت عاوز تشترك في الكورس ده هتخش على الوصف بتاع الفيديو، هتلاقي قناه التليجرام، هتخش تكلمني على قناه التليجرام او على الروم بتاع الواتساب، هتلاقيني منزل اليوزر بتاعي او الرقم بتاعي على الواتساب او على التليجرام. فخش كلمني وابعت لك التفاصيل كلها. وبس كده يا قلب اخوك، دلوقتي هنخش على الشرح بتاع طريقه فك انتهاك. دلوقتي يا قلب اخوك، الكود اللي احنا هنستخدمه في الشرح ده باسورد مكون من 4 ارقام. هقول رقمين في رقمين، واول رقمين في الباص هيبقى 22. تمام كده. هنخش دلوقتي على الارقام اللي احنا هنفكها، دي الارقام اللي احنا هنستخدمها. هناخد الرقم ده كده وهنيجي برضو نخش على الواتساب ونشيك الرقم برضو، هنشوف النمبر طاير معانا ولا لا. هنعمل النمبر وبعدها هنيجي هنا على التالي. الرقم اخره معانا 49، وزي ما انت شايف كده ان الرقم طاير معانا طالما مراجعة يعني انتهاك. تمام كده. هنخش على النسخة بتاع الواتساب وهنوثق برضو النمبر اخره 49. هندوس التالي وبعدين هناخد سكرين برضو قبل على النمبر كده. هنخش نجيب الكود اللي احنا هنستخدمه بالشكل ده، وده الكود اللي احنا هنستخدمه ده انا ملغمه باللغة الروسية بالشكل ده كده. هناخده نسخة كده. ده هتلاقيه في قناة التليجرام عندي، هتلاقي القناة التليجرام ده هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو. تمام. هنخش على النسخة بتاعتنا وهنيجي هنا برضو نشيك على النمبر اخر مرة وتشوفوا معانا. النمبر كان اخره معانا 49. تمام كده. هنيجي هنا نمسح اول رقمين اللي هو رمز الدولة، وبعدين هنيجي ندوس التالي وطلب المراجعة بالشكل ده، وهنحط الكود بتاعنا. تمام. ده الكود اللي احنا هنستخدمه. هنمسح الاكسات ده وهنيجي هنا نحط النمبر بتاعنا اللي هو كان اخره 49. تمام كده. ومش هنخلي فيه فواصل، وهنمسح الزائد لو في زوائد، لو في حاجة زيادة وكده هنمسحها ونخليه بالشكل ده كده. تمام. ده الكود بتاعنا. وهنيجي هنا على كلمة ارسال ونعمل ارسال. الساعة معانا 8:54 بالظبط. قشطة. هنخش بقى على النمبر. هنخش على النمبر من هنا وهنشوف الساعة 8:55. هنيجي ندوس كنسل وبعدين هندوس التالي. وزي ما انت شايف كده الباقي النمبر اتفك معانا في اقل من دقيقة. وهنخش برضو نشيك على النمبر من هنا، ندوس تسجيل رقم جديد، وهنيجي هنا نشوف النمبر كان اخره معانا كام؟ 49. تمام. نمسح برضو اول رقمين بالشكل ده وهنيجي ندوس التالي. وزي ما انت شايف كده الباقي النمبر قدر ينفك معانا بكل سهولة في اقل من دقيقة كمان. تمام. وهنيجي برضو نجرب على النمبر التاني. النمبر التاني اخره معانا 45. هندوس برضو كوبي كده وهنيجي نشيك على النمبر اخره 45. تمام. هنيجي ندوس باست وهنيجي هنا ندوس انتر، وهنيجي ناخد قبل على النمبر طاير معانا بالشكل زي ما انت شايف كده. وهنيجي برضو نخش على اي نسخة واتساب عندنا وهندوس برضو لاسك، وبعدين النمبر اخره معانا 45. تمام. هنيجي ندوس التالي وبعدين طلب مراجعة. قشطة. هنيجي هنا نحط برضو الكود بتاعنا، الكود ده نحط برضو النمبر في الاخر اللي هو 45. قشطة. وهنيجي ندوس ارسال بالشكل ده. نستنى بس 5 وبعدين الساعة معانا الساعة 8:56 بالظبط. هنيجي هنا النمبر طاير معانا بالشكل زي ما انت شايف كده. هنيجي ندوس كنسل، وزي ما انت شايف كده الباقي النمبر انفك معانا والساعة 8:57 بالظبط. تمام كده. هنخش برضو نشيك على النمبر من هنا. النمبر كان اخره 45. تمام. هنيجي هنا ندوس التالي ثانية. والنمبر انفك معانا في اقل من دقيقتين، في اقل من دقيقة حتى كمان. واخر كمان في الباص هيبقى 55. قشطة كده. والكود شغال وعلى السليم 100%. فلو انحرق اصلا هيبقى منكم. تمام كده. عشان محدش يجي يقول الكود محروق والكود مش شغال والشغل ده. الكود زي ما انت شايف في الفيديو مطير في اقل من دقيقة حتى، يعني حتى احنا بنحط الكود بالظبط بنلاقيه انفك من هنا في نفس الدقيقة. قشطة. يعني لو انحرق او جراله حاجة منكم بقى.
وبس كده يا قلب اخوك، وده الشرح بتاع النهارده. متنساش اللايك بتاعك والكومنت، ومتنساش لو انت لسه مشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس. زي ما انت شايف كده ان احنا بننزل عظمه، فلو احنا نزلنا فيديو ولا حاجه جايلك اشعار، فاهم حاجه انك تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي جديد. وسلام.